لو عايزين تعرفوا عملنا الجمال ده ازاي بأسهل طريقة وأقل التكاليف وبحاجات موجودة عندك في البيت، تعالوا معايا على المطبخ ونشوف عملناه ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده بقى قلنا نعمل وصفه جديده مع بعض. طبعا كلنا بقى زهقنا من الكنافه والقطايف، فقلنا نعمل كده تحليه جميله كده. هيكون معايا المكونات بتاعتنا كده. هيكون معايا موز بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين، ومعايا نشا، ومعايا سكر وفانيليا، ومعايا كده ايه كوبايتين لبن. طبعا احنا قلنا طبعا الكميه دي انت اللي بتتحكمي فيها، تبع بقى انت الكميه اللي بتبقي عايزاها يعني بتعمليها. وهنبتدي بقى نعملها مع بعض كده. نجيب بقى كده الخلاط بتاعنا، هنقشر الموز بتاعنا كده بالشكل ده كده. انا طبعا ايه هحط الكميه اللي انا عايزاها محتاجاها، وانت بقى براحتك بقى، عايزه تحطي اكتر تقللي براحتك خالص. بصراحة قلنا تغيير كده عن الكنافة والقطايف والحلويات بتاعة رمضان. بصراحة قلنا حاجة جديدة كده، تحلية خفيفة وبتبقى جميلة كده. بصراحة أنا جربتها تحفة خالص يعني، بصراحة جميلة جدا. هتعجبكم إن شاء الله اما تجربوها. اهي أنا كده ايه حطيت الموز بتاعي كده في الخلاط، وهنزل بقى عليه ايه بالكوبايتين اللبن بتوعي. ماشي. هنبتدي بقى كده، انا ضفت اللبن بتاعي اهوت فوق الموز. هبتدي بقى انزل بالسكر بتاعي بالشكل ده كده. طبعا السكر انت بتحطي طبعا يعني الكميه اللي انت محتاجاها او اللي انت بتحبيها انت، او لو واولادك بتحطي الكميه اللي انت عايزاها. وهنزل بالنشا كده بتاعي. هي كل مكوناتها سهله جدا، وكل خطواتها بتحطي كل حاجه فوق بعضها. مفيش اي حاجه خالص هتعمليها غير كرمله السكر. هنكرمله مع بعض دلوقتي اهو بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. هاخدهم بقى كده. احنا كده ايه ضربناهم بقى في الخلاط زي ما احنا قلنا، وابتديت كده ايه نزلت الخليط بقى كله على بعضه. هبتدي بقى اخده وارفعه ايه على النار. انا بعمل كل خطوه خطوه معاك اهوت عشان تبقى سهله. اهي حطيتها كده على النار اهي. ايدي طبعا ما تتشالش منها خالص، هفضل اقلب عشان ما يبقاش في اي تكتلات او حاجه. وفرضا ما يعني لو لا قدر الله كتلت منك، هتاخديها تاني ضربه في الخلاط وترجعيها تاني اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اصلا ريحته جميله جدا، الموز مع اللبن والنشا بصراحه ريحته جميله جدا، ورشه الفانيليا اللي احنا حطيناها جميله جدا بصراحه. ولادك هيحبوها، عندك ضيوف هتقدميها جميله جدا، مختلفه عن الكنافه وحلويات رمضان. بصراحه وصفه جميله جدا وسهله وبسيطه يعني بصوا بصراحه هتعشقوها، هتدمنيها ان انت تعمليها على طول لاولادك. ولادك لو عملتيها يقعدوا يطلبوها منك على طول. بدأ بقى كده ايه يتقل معانا شويه شويه اهوت. اهو شايفين بقى السمك بتاعها اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. شايفين الريحه جميله جدا والله العظيم. الريحه بصوا تحفه بامانه، الريحه تحفه بجد. الموز خطير بصراحه. بنفضل بقى نقلب كده زي ما احنا شايفين. وده بقى القوام بتاعي كده اهو، يا رب يكون واضح لكم القوام الكريمي كده اهو بالشكل ده كده. هبتدي بقى بعد كده هجيب الموز بتاعي هقطعه. بس اول حاجه قبل ما اقطع الموز هبتدي ان انا ايه اكرمل السكر. بس طبعا ايه محتاجه ان انا افرغ البتاع بقى الخليط بتاعي ده كده في الكاسات بتاعتي بالشكل ده كده زي ما انت شايفه كده بقى اهو. شايفين الجمال؟ الريحه يا جماعه بصراحه بصوا ما اقدرش اقول لكم على الجمال. ريحه خطيره بجد بجد، خطيره جدا. طبعا دي يعتبر كده ايه اول طبقه معانا. هنبتدي بقى نعمل الطبقتين التانيين مع بعض.
على فكرة في الكافيهات بتتقدم على فكرة يعني بتتقدم نفس اللي بنعملها دي، بس طبعا انت بتعملها في البيت ما بتتكلفش. في الكافيهات طبعا بتتكلف جامد، سعرها غالي جدا بصراحة. لو خرجت مثلا تفطري بره او تتسحري بره وطلبتيها هتتكلف جامد معاكي. بقت الشكل ده كده بتاع اهوت. هنبتدي بقى، احنا قلنا ايه، هنقطع الموز بتاعنا وهنكرمل سكر مع بعض. هي تحلية جميلة كده بالموز باللبن بالكرملة السكر. بصوا بصراحة حاجة خطيرة. اهو بقطع الموز بقى كده، وانت طبعا بتقطعي بقى كله يبقى ايه، يبقى سمك واحد زي ما احنا شايفين كده تقريبا، يعني صابعين موز كده بنقطعهم. اهو هبتدي بقى ان انا ايه هرص كده. طبعا ما تاخد معايا، تاخد 4 تاخد 5 طبعا ما تاخد معايا. طبعا يعني تبع شكل البولة بتاعتك بقى ايه اللي انت بتحطي فيها، او المطبقية بتاعتك اللي انت بتحطي فيها. شايفين الشكل ده كده جميلة وتشرفك قدام ضيوفك، جميلة جدا بصراحة. احنا كده بقى عملنا ايه كده المفروض الطبقة التانية هنعمل بقى الطبقة التالتة نجهزها مع بعض. والطبقة بقى التالتة معانا هنبتدي بقى نجيب ايه ديت. انا سبت كده ايه ربع كوباية لبن تقريبا، هضيف لها معلقة نشا كده، هقلبهم مع بعض كده زي ما احنا شايفين الشكل كده. انا كده بجهز الطبقة التالتة معاكم اهوت. هبتدي بقى كده ايه هجيب السكر بتاعي كده معلقتين 3 4 كده ايه 4 معالق سكر. انا طبعا عامله 4 معالق سكر تقريبا على قد الايه ال6 بولات اللي انا عاملاهم. وجايبه كده معايا ميه والطاسه بتاعتي على النار. هبتدي بقى انزل بالسكر بتاعي عشان اكرمله ده كده. الشكل ده كده زي ما انتم شايفين معايا كده. احنا كرملنا السكر اهوت. هبتدي انزل بقى ايه الميه بتاعتي بقى. هبتدي بقى افكه كده ايه، هبتدي بقى كده ايه اضيف. انا فكيت خالص السكر بتاعي. هبتدي انزل بقى بمعلقه النشا اللي انا قلت عليها واللبن بتاعي بالشكل ده كده. شوفي بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين لون الكراميل بقى جميل ازاي وتحفه. تحفه بجد والله، تحبوه جدا وولادك هيحبوه جدا. انا بعمله على طول تقريبا يوم بعد يوم وولادي بيحبوه جدا. اهو شايفين السمك بتاعه. هبتدي بقى انزله كده من الطاسه بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين اهو كده. بقى ده شكل الكراميل بتاعنا اهوت بالشكل ده. شايفين السمك بتاعه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنبتدي بقى ايه نحط بقى طبقه كده ايه، دي الطبقه الاخيره بتاعتنا في الحلو الجميل بتاعنا ده زي ما احنا شايفين كده. اهي طبقه خفيفه جدا كده. شايفين اللون بتاعه جميل جدا ازاي. طيب كلها هي لسه هم لسه تحت هدومي انتوا تحت ولا في البيت على الفيديو؟ طيب كلها 205 جنيه في هدومي الناس هيجيبوا لك بايه؟ بأي حاجة. بأي حاجة. بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. تنجح وكل حاجة. اهو بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا قلنا وجميلة جدا بصراحة يعني مختلفة خالص عن حلويات رمضان زي ما احنا قلنا الكنافة والهريسة
والقطايف وبلح الشام والكلام ده حاجه جميله جدا. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما يكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.